محمد صلاح الفرعون المصري وأيقونة الكرة العالمية بيواجه دلوقتي موجة كبيرة من الأخبار حوالين مستقبله مع ليفربول. آخر التقارير بتأكد إن باريس سان جيرمان الفرنسي رافع سقف طموحاته للتوقيع مع صلاح بعقد مدته 3 سنين. النادي الباريسي عينه على صلاح كبديل مثالي للنجوم اللي فقدهم في السنين الأخيرة زي ميسي ونيمار ومبابي، وبيشوف فيه قائد قادر إنه يحقق حلمهم الأكبر وهو تحقيق دوري أبطال أوروبا. في أخبار بتقول إن المفاوضات بين باريس ووكيل أعمال صلاح شغالة بقوة، والتقارير دي بتقول إن النادي مستعد يقدم مبلغ مالي ضخم يليق بقيمة النجم المصري. صلاح حاليا بيلعب موسم استثنائي مع ليفربول، واللي واضح إنهم مش مستعدين لخسارته بسهولة رغم إن عقده بينتهي نهاية الموسم الحالي، إلا إن النادي الإنجليزي لسه ما بدأش أي مفاوضات لتمديد عقده، وده بيزود الشكوك حوالين بقائه. لكن صلاح المعروف برغبته في التحدي والمنافسة في أعلى المستويات بيرفض تماما العروض اللي بتجيله من الدوري السعودي واللي اخرها كان من الاتحاد والهلال، وبيفضل انه يكمل مسيرته في اوروبا خصوصا مع الانديه اللي بتشارك بانتظام في دوري الابطال. باريس سان جيرمان مش النادي الوحيد اللي مهتم بصلاح، ده في كلام حوالين اهتمام ريال مدريد وبرشلونه وانتر ميامي الانجليزي وجالاتا سراي التركي بمتابعه وضعه، خصوصا لو ليفربول قرر انه يستغنى عنه مجانا. كمان في انديه اوروبيه تانية زي بايرن ميونخ وانتر ميلان بيراقبوا الموقف عن قرب وبيستعدوا يدخلوا السباق لو الامور اخذت منعطف جديد. الشيء المثير للاهتمام هو ان صلاح رغم كل التكهنات حوالين مستقبله لسه محافظ على تركيزه الكامل مع فريقه وبيقدم مستويات خرافيه على ارض الملعب، وبيأكد يوم بعد يوم انه مش بس واحد من افضل لاعبي الفريق لكن واحد من افضل لاعبي العالم. الارقام اللي بيحققها صلاح بتتكلم عنه، كونه اكتر لاعب افريقي سجل اهداف في دوري ابطال اوروبا متفوقا على الأسطورة دروجبا، والتألق ده بيخليه هدف جذاب لأي نادي كبير وبيفتح الباب قدام باريس سان جيرمان وأندية تانية كتير لتقديم عروض ضخمة لضمه. النقاش حوالين انتقال صلاح لباريس سان جيرمان مش بس موضوع رياضي لكنه بيشغل مشجعين الكورة في كل مكان. هل الخطوة دي لو حصلت هتكون لصالح مسيرته؟ في اللي شايف ان انتقاله لنادي زي باريس سان جيرمان اللي بيحاول يعزز مكانته على الساحة الأوروبية ممكن يكون بداية جديدة ومليانة بالتحديات لصلاح، وفي اللي شايف ان بقائه في ليفربول النادي اللي كتب فيه صفحات مجيدة هو القرار الافضل للحفاظ على ارثه ومكانته في قلوب الجماهير العربية بشكل خاص بتتابع الموقف ده بشغف، والكل عنده رأي مختلف، لكن اللي محدش يقدر يختلف عليه هو ان محمد صلاح سواء كمل مع ليفربول او انتقل لاي نادي جديد هيفضل رمز للكرة العربية ونموذج للاصرار والطموح. الموقف حاليا معقد ومليان تكهنات، والقرار النهائي ممكن ياخد وقت طويل جدا قبل ما يظهر للنور، لكن في النهاية مهما كان قرار صلاح هيكون ليه تأثير كبير مش بس على مستقبله لكن على مشهد الكرة العالمية كله، لأنه واحد من اللاعبين القليلين اللي كل خطوة في مسيرتهم بتثير جدل وتوقعات، وده دليل على مكانته كواحد من أفضل لاعبي جيله. والسؤال هنا، هل من الممكن نشوف صلاح بقميص فريق تاني غير الريدز ولا هيكمل مسيرته الأسطورية في ملعب الإنفيلد؟ شاركونا الرأي في التعليقات.